ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم محبي وعشاق مسلسل عروس بيروت. الحلقة 34. ينصدم هادي من كلام والدته ويقول لها: هل كنت تعبتين بأغراضي يا أمي؟ ورأيت الكتابات التي أكتبها أم ماذا فعلت؟ فترد عليه: لم أعبث بها، ولكني عندما أردت أن أضع الظرف على طاولتك سقطت أمامي، وعندما نظرت إليها لفت نظري اسم ثريا فاستغربت وقرأتها، وكاد قلبي أن يتوقف، فلم أكن أعلم بهذا الألم الذي تعانيه يا بني. فيتركها هادي ويذهب وهي تنادي عليه، ويأتي المحامي عادل ويقول لها: هيا لنذهب لمكان ما، وهي تشعر بالحزن. آدم وخليل يوقعان عقد دخول آدم مجلس الإدارة من حصة خليل، ويوجد المحامي عماد، ويسأل آدم خليل: ألن يترتب عن ذلك مشاكل لك؟ فيرد خليل: سنتخطى جميع المشاكل منذ اليوم معا. ويأتي فارس الشركة بسرعة وهو يهرب من تصرف خليل، ويدخل عليهما وهما يهنئان بعضهما بهذا الإنجاز، فيقف مصدوما، وخاصة بعد رؤية عماد بالمكتب أيضا، فيقول له: إن الخبر السار ينتشر بسرعة، ويذهب ليسلم عليه ويقول له: بالخير لنا جميعا إن شاء الله. فيسكت فارس عن الرد ويقول: أريد أن أتحدث مع خليل قليلا إذا سمحتم. ويقول له آدم: عماد هو المحامي الخاص بي، وذلك بعدما أخذت السيدة ليلى حامي عادل، وهو شخص موثوق في الوقت الذي من الصعب أن أجد شخصا ثقة، وقد ساعدني كثيرا. فيرد عماد: لن يكون لي دورا في اتفاق على وشك النهاية. ويخرج آدم وعماد من المكتب ليعطيا فارس المجال ليتحدث مع خليل، فيقول له خليل: كم أنت محظوظ، أليس كذلك؟ فقد قام أخوك بحل كافة الأمور بنفسه مجددا. فيقوم فارس بضربه ويقول له: ماذا فعلت لك العائلة كي تفعل بها هكذا؟ وماذا فعلت لك أنا؟ وماذا فعل لك والديك سوى أنهما حاولا أن يربيانك تربية جيدة؟ لماذا هذا الكره؟ فيرد خليل: لا يوجد عندي كره لأحد، وليس كل رأي يخالف رأيك وموقفك يعتبر كره. ويقول له فارس: إن آدم يضع القنابل تحتنا وسينتقم منا، وأنت تساعده بذلك وتدع عنه أمامي. ويتشاجر الاثنان، ويدخل طلال عوتهما ويطرد فارس خليل من المكتب. خروج خليل من المكتب يطرد دينا. ترى الطفل نور عند ثريا على الغرفة، فتستغرب ثريا منها وتشعر بالسعادة، فتقول لها دينا: إن نايا ليست بالبيت، لذا أريد أن تقومي بإطعام نور في وقت غدائها. فتفرح نايا كثيرا، وتذهب دينا لتراقب لها الطريق، وتأتي بسمة للغرفة أيضا، وتبدأ تخبر ثريا عن الذي حصل بالليلة الماضية، وكيف أن جاد قد دمر الصف، وكيف أنه غضب كثيرا ولم يروه هكذا من قبل. وتبدأ دينا وبسمة بالضحك أنه سيصبح للسيدة ليلى حبيب، وتسود أجواء الضحك في غرفة ثريا. هادي يعود إلى البيت، وتنزل ثريا كي تتحدث إليه، وعندما يراها يشعر بالمفاجأة، فتطلب منه أن يتحدثا ل5 دقائق. فيرد هادي أن لا وقت لديه، وأن تؤجل الحديث لوقت لاحق. ويصعد لغرفته ويبحث عن دفتر مذكراته ويجده بالخزانة، ويضعه بظرف هو وأشياء أخرى، ويخرج بالسيارة ويغادر القصر. وتستغرب ثريا من وضع هادي الذي لا يوجد له تفسير،